انا عارف انك داخل الفيديو ده وانت قلقان. سمعت حق في العمود الفقري يبقى الموضوع كبير، ودماغك جابت افلام اكشن وافلام رعب، والموضوع ابسط مما تتخيل. معاك دكتور احمد عبد الغني ابو سعده، اخصائي امراض الروماتيزم والمناعه والتاهيل الحركي. النهارده هنتكلم عن حقن العمود الفقري، وهحاول اشرح الموضوع في ابسط صوره ممكن انت تفهمها. اهلا يا عزيز. حقن العمود الفقري ده مش زي الحقنه اللي بناخدها في دراعنا. حقن العمود الفقري احنا بنوجهه على مولد الم رهيب شغال في الظهر. مولد الالم ده سبق وما استجابش اصلا للعلاج التحفظي، سواء العلاج الدوائي او العلاج الطبيعي. بنوجه حقن العمود الفقري على مولد الالم والنسيج اللي فيه المشكله. والله ممكن المشكله دي تبقى غضروف، والمريض بيحس بتنميل او حرقان او شكشكه ونازلين من الظهر لغايه قصبه الرجل او لغايه القدم نفسها، فبالتالي بلجأ للحقن. بس لازم يكون فشل العلاج التحفظي شرط اساسي. طيب ممكن يحصل ان ما نبقاش متاكدين ان العصب هو السبب الرئيسي، يعني كمولد الم ما نبقاش متاكدين ان عرق النسا ده بسبب ان العصب مضغوط عليه، فبالتالي بنلجأ لحقن العمود الفقري. وده داعي اساسي ورئيسي في استخدام حقن العمود الفقري، هو الداعي التشخيصي. اني بحقن كميه بسيطه على جذور الاعصاب اللي انا المفروض شاكك فيها، ولو استجابت يبقى خلاص الموضوع كده تمام، واحنا اتاكدنا ان مولد الالم اللي عامل لنا مشاكل الحرقان والتنميل ومغص علينا حياتنا ده هو جذر العصب ده، فهندخل نحقن. انما والله المريض ما استجابش في خلال اول 48 ساعه مع الحقن التشخيصي، يبقى العصب ده مش هو مولد الالم. يبقى استفدنا ان قيمنا الموضوع، وفي نفس الوقت ما خاطرناش بفكره الحقن. طيب انا بستخدمها ليه؟ زي ما قلنا لو في غضروف ضاغط على العصب، او العصب الوركي اللي هو العصب السياتيكي وهو اللي بيعمل عرق النسا، لما بيلتهب بيعمل تنميل وحرقان وشكشكه، بيبقوا من الظهر لغايه قصبه الرجل او لغايه القدم. طبعا الموضوع ده بيمغص علينا حياتنا، يعني الموضوع مش بيبقاش سهل. يعني حتى لو انت ما جربتش او ما عشتش التجربه ما تستهونش بيها خالص، لا وجعها عنيف. فبنعمل حقن العمود الفقري ده لازم شرط اساسي ان الادويه والعلاج الطبيعي اللي هي العلاجات التحفظيه ما جابتش نتيجه خالص. وفي نفس الوقت لما بنحقن العمود الفقري ما بيبقاش هو الحل الامثل للتعامل مع المشكله بالكامل، لا. ده يخليني اوضح نقطه معينه، وهي ان حقن العمود الفقري هو بيتعامل مع الالم، لذلك هو بيندرج تحت قائمه علاج الالم، مش بيتعامل كحل او كعلاج نهائي للمشكله. يعني والله في مريض مثلا جه وانا حقنته. المريض اللي اتحقن ده اتحقن عشان ياخد فرصه انه يعيش حياته بطريقه طبيعيه بدون الالم العنيف والبشع اللي عايش بيه يومه، ومدمر له حياته، ومخليه مش عارف يتحرك، مش عارف ينام، مش عارف يخرج يشوف شغله، مش عارف يعمل اي حاجه في حياته. كل ده بسبب ايه؟ التهاب عصب. فبيخليني اقدر اتعامل مع المشكله، وفي نفس الوقت المريض مش حاسس بالالم البشع اللي المفروض شايفه. يخليني اعمل ايه؟ يخليني اتعامل مع مشكله المريض، وفي نفس الوقت من غير المريض ما يحس بوجع. يعني المريض ممكن نخليه يعمل علاج طبيعي او علاج تحفظي، وفي نفس الوقت مفيش الوجع اللي عايشه. يعني لو في علاج مدته 6 أسابيع او 8 أسابيع او شهور حتى، عندي الفرصة اني اتعامل مع المشكلة من غير المريض ما يحس بالألم العنيف ده. فلذلك الحقن بيبقى حل مثالي في التوقيت ده بالذات، ان المريض يكون جرب علاج و2 و3 وما جابش نتيجة، وفي نفس الوقت الألم عمال بيزيد. الألم العصبي غير الألم العادي. ألم الأعصاب مع الوقت بيزيد. الألم العادي يعني أنا لو اتخبطت في إيدي مع الوقت الوجع هيروح، إنما ألم الأعصاب مثلا اللي بينتج عن إن غضروف خرج من مكانه وضغط على جذر العصب ده مع الوقت بيزيد. فبيوصل لدرجة لو العلاج الدوائي ما جابش معاه نتيجة، بيوصل لدرجة إنه بيبقى بشع، بيؤرق حياتي، بيخليني مش عارف أنام، مش عارف أتحرك، مش عارف أركب عربيتي، مش عارف أتبضع، مش عارف أعمل أي نشاط طبيعي في يومي. فأنا هعمل إيه دلوقتي بما إن العلاج التحفظي ما جابش نتيجة؟ بلجأ للحقن. الحقن بيخلي الألم معدله يقل، مش تماما، بيوصل لغاية 80% تحسن
في الألم والتنميل والحرقان والسخونية، ويخليني في نفس الوقت عندي فرصة ان انا اتعالج، اخد العلاج الدوائي المناسب او اخد العلاج الطبيعي المناسب، ولو في نوع من انواع الانشطة او اللايف ستايل اللي ممكن اغيره بحيث الموضوع ده يتحسن معايا، هيبقى عندي الفرصة. طبعا من ضمن الاسئلة اللي على طول بتتسأل لي، وعايز اقول لك لغاية النهاردة برضو اتسألته، اللي هو الحقن ده بيوجع؟ هي حقنة زي اي حقنة بالنسبة لك كمريض، انت ما بتحسش الا بالشكة بس بتاعت الجلد بتاعت المخدر، ان احنا كده كده بنخدر المنطقة اللي بنشتغل فيها، فبالتالي هي مجرد شكة بتاعت الحقنة مش اكتر من كده. يعني الموضوع مش حاجة قاسية. يعني انا حتى المريض بعد ما خلصت بقول له انت ايه اخبارك، حسيت بقى؟ قال لي لا خالص، كويس خالص، مش عارف ايه. في انواع من المخدرات الموضعيه بتبقى كويسه خالص بنستخدمها واحنا بنحقن، فبالتالي المنطقه اللي بنشتغل فيها بتبقى مخدله، انت احساسك بيها بيقل. بس طبعا احنا في حقن العمود الفقري بنحقن بطريقه موجهه، مش بنحقن بطريقه عشوائيه، بنبقى متاكدين من المكان اللي احنا رايحين عليه. وطبعا الخبره بيبقى ليها دور اساسي ورئيسي في موضوع حقن العمود الفقري، ان مهاره ايد الدكتور اللي بيشتغل بيبقى حاسس غير الاشعه، بيبقى حاسس بالنسيج اللي هو اخترقه بالسن. يعني انا عندي مثلا سن معين، خليني اجيب السنون واوضح لك يعني انا ممكن ابدا بيها ازاي. السنون بيبقى ليها اطوال معينه، ده مثلا 88 مللي، ده 90 مللي، 90 مللي ده اللي هو 9 سم، 88 مللي اللي هو 8 سم و8 مللي، ده 120 مللي. عايز اقول لك ان احنا بالخبره كده الدكتور كل ما يحقن اكتر، كل وهو ماسك السن وداخل بيبقى حاسس بالنسيج اللي هو اخترقه، وفي نفس الوقت بيحس بيه وهو خارج منه. يعني يحس بالسن وهو داخل ويحس وهو خارج. انا خرجت دلوقتي انا دخلت الجلد خارج منه داخل على الدهون، خرجت من منطقه الدهون داخل على العضلات. بيبقى كل نسيج انت بتدخله وبتخرج منه بتبقى انت ايدك بالخبره بتحس النسيج ده لحد ما توصل لجذر العصب اللي انت المفروض المكان المستهدف بالنسبه لك في الحقن. موضوع الطول ده بقى حسب المكان والطريقه، وطبعا حسب الاشعه اللي احنا عملناها، وهتعرفنا هنحضر نفسنا ازاي للحقن. اكتر سؤال المريض بيساله، الحقن ده هيريحني قد ايه؟ الحقن ده بيريحك حسب ما انت تستهلكه. انت كمريض اتحقنته هتستهلكه. يعني انت كمريض كان عندك لايف ستايل معين، واللايف ستايل ده جاب لك غضروف وخلى فيه التهاب في جذر العصب، واحنا خلاص وصلنا ان العلاج التحفظي كله فشل، فبالتالي احنا رايحين نعمل حقن العمود الفقري. لو احنا عملنا حقن العمود الفقري وحضرتك رجعت لنفس اللايف ستايل اللي انت كنت بتعمله، طبيعي جدا ان الموضوع يرجع زي الاول واكتر. انما لو انا اتعاملت بطريقه فيها ذكاء وبعدت عن اي حاجه تستفز ظهري، وخليت ان ظهري ده امانه عندي انا محافظ عليها عشان ما تعيشنيش ايام صعبه زي اللي كنت عايشها قبل الحقن، وقتها الحقن معاك هيبقى فرصه ما تضيعهاش. انما نقطه ان انا ابقى مهمل في ظهري واتعامل مع ظهري على انه سليم تماما، لا، انت ظهرك ما بقاش سليم، انت ظهرك كده كده المشكله موجوده فيه. وكل اللي احنا عملناه احنا قللنا معدل احساس العصب بتاعك بالمشكله اللي ضغطاه، فبالتالي العصب ما بقاش بيوجعك زي الاول، وبالتالي بنعمل علاج طبيعي وبناخد علاج دوائي عشان نقلل السبب الرئيسي للمشكله اصلا اللي جابت لك الالتهاب بتاع العصب. يعني مثلا انا بتعامل مع موضوع الحقن وبقول للمريض بنصحه، لو انت مثلا بتقعد كتير، شغلك فيه قاعده كتير، خلاص حط دعامه على الكرسي اللي انت بتشتغل عليه. والله انت شغلتك مثلا السواقه، لا، حط مسند ورا ظهرك عشان تبقى قاعد صالب ظهرك وفي نفس الوقت ما تبقاش محني لقدام. والله انت شغلك انك تشيل حاجات تقيله، اتعود انك تشيل بالطريقه الصحيحه وانسى موضوع الشيل الغلط ده. زي ما كنت بتشيل بتوطي عشان تجيب الحاجه وتطلع، لا غلط، انت بتنزل بركبك الاول وبعد كده تشيل الحاجه من على الارض وتهم بيها زي السكوات، تمرين السكوات، القرفصاء. فيهمني ان المريض يغير اللايف ستايل بتاعه، او ايا ما كان السبب الرئيسي اللي جاب له المشكله اصلا لازم يتعامل معاه. وفي نفس الوقت المريض
يبقى مدرك ان الحقن ده فرصة، الفرصة دي احنا بنستغلها عشان ناخد علاجنا بدون الألم اللي كان محدد ومحجم حياتنا. بعد الحقنة بنرتاح لمدة 48 ساعة، وبعد كده بنزور الدكتور. وفي نفس الوقت أول أسبوع ممنوع إن أنا أعمل أي مجهود عنيف. ببدأ أعمل علاج طبيعي بعد أول 48 ساعة من الحقن. العلاج الطبيعي بيقعد 6 أسابيع حسب البروتوكول اللي بيكتبه لك الدكتور. العلاج الدوائي بناخده على طول في يوم الحقن، ممكن يقعد معانا من 6 ل 8 أسابيع. ممكن يبقى فيه دعامات بنلبسها زي مثلا حزام ساند للفقرات القطنية والعجزية، وفي نفس الوقت يبقى حزام كويس، ما يبقاش حزام اللي هم بيرهلوا، يبقى حزام اللي بيحافظ علينا، ما يبقاش من اللي هو بيعرق. يبقى حزام طبعا ما بيتلبسش على الجلد، بيتلبس على الهدوم. نلبس حاجة قطن خفيفة كده تحت الحزام بحيث ما يبقاش فيه التهابات في الجلد او حساسية في الجلد او اكلام في الجلد يحصل في مكان الحقن. في اول اسبوع بنمشي في البيت بحركة خفيفة، زي ما قلنا ممنوع المجهود العنيف. اهم حاجة المريض لازم يبقى عامل حسابه ان هو لسه تعبان. احنا قلنا الحقن فرصة، استخدمها صح. في امان الله وفي رعاية الله.